لانش بوكس ايه يا جدعان اللي فيه محشي وفيه حمام وفيه كوارع وشوربة كوارع؟ بص النهارده بقى انا هعمل لكم لانش بوكس اقتصادي وحلو جدا، وعايزه اقول لك يعني مش هياخد اصلا دقايق معاكي في التحضير. يلا بينا بقى نبتدي الفيديو بتاعنا ونشوف اللانش بوكس بتاعنا السهل والسريع والاقتصادي هنعمله ازاي. وما تنسوش بقى لايك وشير لو عجبكم الفيديو. في البدايه هتجيبي رغيف من الفينو، اي نوع عيش متوفر عندك هينفع فيه الساندوتش بتاعنا النهارده. هتفتحيه بقى بالشكل ده او بالشكل ده زي ما انت تحبي. اول مكون وهو القشطه، اي نوع متوفر عندك. هناخد كده حوالي ملعقه كبيره، ملعقه ونص، زودي بيبقى حلو قوي لما بيبقى دسم. بعد ما حطيت القشطه بالشكل ده هوزعها كويس قوي من الناحيتين بس كده اهو. المربى اي نوع مربى عندك مش هتفرق كتير. هضيف حوالي ملعقه كبيره بالظبط ونوزعها من الناحيتين بالشكل ده. وبعد ما حطينا المربى بالشكل ده هنحط كمان مكون من الحلاوة الطحينية. عايزة اقول لكم يا جماعة طعمه بيبقى خطير خطير، قنبلة طاقة. وهضيف معاهم كام قطعة كده من البسكويت السادة، ممكن تضيفيه مملح على فكرة. واحدة هوهوز او توينكيز لو بيحبها، وواحدة مندولين ساندويتش مندولين وهوهوز وبسكويت سادة. ممكن تحطيه مالح عادي جدا، حبة كده حلوين من التوفي ده. واخر حاجة هحط واحدة ديري ميلك. حاطين بسكويت وحاطين كيك وحاطين ساندويتش وحاطين فاكهة وحاطين كمان شوكليت وحاطين سناكس كده حلو كده بالقهوة وبالكرم. بعد بقى ما خلصنا اللانش بوكس اخر حاجة هعملها وهي شوية شاي كده حلوين يحبس فيهم. وبس كده، ده كان اللانش بوكس بتاعنا النهارده وكمان المشروب السخن. وبألف هنا بقى على قلب اولادكم. باي باي بقى، القاكم في فيديو جديد ولانش بوكس جديد مع كروميلا.